أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. صباح الخير أصدقائي الأعزاء، حلقة جديدة من كاتب وكتاب. معكم الدكتورة حنان إسماعيل كاتبة أطفال، ومعي من الأصدقاء معايا آدم ومعايا فريدة ومعايا مالك. القصة النهاردة بعنوان حجرة دلال الجديدة. دلال فتاة جميلة ومن عائلة غنية، هي مدللة بالفعل لكنها غير منظمة بالمرة، فسريرها غير مرتب وأشياءها مبعثرة في أنحاء الغرفة، ولا يطلب منها أحد إصلاح ما تفسده. وهناك شغالة بالمنزل دائما تشكو من لعب دلال وجواربها وكتبها وزجاجات المياه البلاستيكية الفارغة الملقاة في كل مكان. كان لدلال صديقة بالمدرسة، لكنها كانت صماء وبكماء، لا تسمع ولا تتكلم. كانت هناك زميلة بالفصل تفهم لغة الإشارة منها وتترجم ما تريد قوله إلى المعلمين وزميلاتها في الفصل. ورويدا بدأت دلال تفهم لغة الإشارة أيضا، وتفهم كل ما تريده وفاء. ومع الوقت صارت دلال الصديقة المقربة إلى وفاء. كانت تفهم ما تريده من نظرة عينيها وتلبيه لها في لمح البصر. كانت ملابس وفاء مرتبة ونظيفة، وكتبها وكراساتها مرتبة داخل حقيبتها. كانت دلال تعود إلى المنزل كل يوم وقد ضاعت أقلامها أو بعض من كتبها، وكانت والدتها تشتري لها بدلا منه. وفي يوم من الأيام غابت وفاء ولم يدري أحد سبب غيابها. فكرت أن تتصل بها هاتفيا، لكنها تذكرت أنها صماء وبكماء لن تسمعها ولن تستطيع الرد عليها، فقررت أن تذهب إلى منزلها لتطمئن عليها بعد نهاية اليوم الدراسي. ذهبت دلال لزيارة وفاء، ضربت الجرس، فتحت لها والدتها الباب ورحبت بها واصطحبتها إلى غرفة وفاء، وعلمت منها أنها غابت عن المدرسة لمرضها. دخلت دلال غرفة وفاء واندهشت من الوهلة الأولى. الغرفة في غاية النظام، السرير مرتب وكذلك ملابسها في الدولاب. هناك زهرية بسيطة الصنع على مكتبها، وضعت فيها بعض الورود، وأخريات على أرفف بسيطة على الحائط. ركزت دلال بعض الشيء فوجدت أن الزهريات عبارة عن زجاجات بلاستيكية فارغة ملأتها بالرمل، ووضعت بها بعض الورود التي صنعتها من المناديل الورقية الملونة، وزينت الزجاجات ببعض الصدفات والمحار. بدت غرفة وفاء لدلال كقطعة من الجنة. أقبلت نحو وفاء، قبلتها واحتضنتها وقدمت لها هدية بسيطة. سألتها: من يقوم بتجميل غرفتك هذه؟ فأشارت على نفسها. انبهرت دلال بالمهارة الفنية لدى وفاء، وطلبت منها أن تعلمها صنع هذه الزهريات لتبدو حجرتها جميلة كحجرة وفاء. وافقت على الفور. قامت من سريرها وبدأت تعلمها على الفور، وبعد أن علمتها وانتهت من صنع عدة زهريات أهدتها إياها لتضعها في حجرتها. وفي نهاية زيارتها قبلت وفاء وانصرفت. عادت دلال إلى منزلها، دخلت غرفتها، انزعجت كثيرا. كيف لها أن تضع تلك الزهريات في تلك الفوضى؟ قامت لتويها فنظمت سريرها ونظمت كتبها على المكتب، وضعت ملابس المدرسة على الشماعة ووضعتها في الدولاب، وجمعت الملابس المتسخة ووضعتها في سلة خاصة داخل الحمام. راقبت الأم تصرفات دلال وقد سرت كثيرا بهذا التغيير. طلبت دلال من أمها أن تشتري لها رفوفا لتعلقها على الحائط لتضع هذه الزهريات الجميلة. ايه رأيكم في القصة؟ مين أول واحد هيقول؟ قول يا ملك، قول يا ملك. ايه رأيك؟ علي صوتك. قصة حلوة. اتعلمت منها ايه او استفدت منها ايه؟ النظافة والترتيب. مظبوط. انت لما بتروح من المدرسة بتعمل ايه في هدومك؟ لازم
ارتبها وتكون موجوده على طول. بترمي الشراب في حته والكتب في حته والشنطه في حته؟ لا، تمام. لازم احطهم في مكان عشان تتغسل. مظبوط. وكتبك بترميها في كل مكان ولا ليها مكان في شنطتك او على المكتب؟ لازم تكون مرتبه في الشنطه او في المكتب. جميل. طيب انت يا فريد، قولي يا فريد، بتعملي ايه لما بتيجي من المدرسه؟ كتبك اوضتك شكلها ايه؟ اوضتك نظيفه ولا لا؟ مين مين بينظفها او مين بيرتبها؟ انا واخويا، يعني احيانا اخويا بيساعدني. تمام. انا برجع من المدرسه، انا ليا كده مكتب معين بحط عليه الكتب واقلامي. شاطره. في علبه كده بابايا جابها لي عشان احط فيها الاقلام. تمام. فبتبقى فيها اقلام والكراريس الصغنونه. تمام. السكتشات بحطها على يعني المكتب. حاجتك يا اما على المكتب يا اما في شنطتك. الارض مرمي عليها حاجه يمين شمال؟ لا. هدومك لما تيجي من المدرسه تحطيها فين؟ لما باجي من المدرسه احيانا بعلقها ورا الباب. تمام. او لو حاجه عايزه تتغسل في السبت بتاع الغسيل. وسريري طبعا برتبه اول ما بصحى. شاطره. ولعبي البنات الحلوه بتعمل كده. ايوه كده. ولعبي بحطها في البوكس او بتاعي. شاطر. بتعملي في هدومك، بتعملي في شنطتك، بتعملي اول ما بتروح؟ بحط الشنطة في الغسالة تتغسل والهدوم بعلقها. كتبك بترميها يمين وشمال؟ حاجه بتضيع منك في المدرسه؟ مرة قبل كده. ايوه في شقاوه. وفي البيت سريرك مين بيرتبه؟ ما عنديش سرير بس برتب أي حاجة. بترتب سريرك واوضتك نظيفه يعني منظمه. مثلا في الفصل حد من ذوي الهمم او بيقول عنده اعاقه معينه، هل بنقاطعه ولا لا؟ ده برضه صديق لينا وبنكلمه، يعني بنتعامل معاه وبنلعب معاه وبنذاكر معاه. هنا البنت صماء وبكماء. صمة يعني مش بتسمع، وبكماء مش بتعرف تتكلم. في الحالة دي بيبقى أنا قلت في القصة هنا في صديقة بتفهم لغة الإشارة، في لغة إشارة، إشارات معينة الأطفال دول بنفهم. ايوه في علامات بتبقى ايه بالصباع كده بتعلم. تمام. فدي لغه الاشاره اللي هي وسيله تواصل بين الاطفال الصم والبكم وبين الطفل العادي. تمام. المدرسه هنا الفصل ده كان فيه بنت بتفهم لغه الاشاره، ووفاء صاحبه دلال كانت بتفهم يعني دلال فهمت اللغه عشان تتعامل مع صديقتها وفاء. ايه رايكم في دلال هنا؟ كويسه ولا كانتش فوضوية؟ مرتبه. مظبوط. وفوضويه. صح كده. هي بتعتمد ان هي كل حاجه رميها، كتبها بتضيع في المدرسه، الشغاله بتشتكي منها ان كتبها ولعابها مرميه. يعني هما كانوا صديقتين عكس بعض. بالظبط. طب وانت ايه رايك؟ لما راحت لصاحبتها اتعلمت اكتر صح كده. ازاي تنظف. بالظبط. رغم ان هي شايفه ان هي صماء وبكماء، بس البنت نظيفه جدا، البنت شاطره جدا، عندها مهاره فنيه. بتستفيد مثلا ازاز الميه الفاضيه هي استفادت منها، عملت منها ايه؟ ورد. عملت منها زهريه وحطت فيها رمل وزوقتها بالصدف من بره. مظبوط. ومخليه اوضتها زي الجنه بامكانيات بسيطه، ما كلفتش مامتها ولا حاجه، بس هي نظيفه وعامله ديكور حاجات بسيطه بايديها علشان تبقى اوضتها جميله جدا. قول لي انت بقى ايه رايك في دلال لما راحت عند وفاء؟ ايه رايك؟ دلال عملت ايه؟ استغربت طبعا. تمام. طبعا حست ان هي غلطانه. صح؟ طب ورغم وفاء اهي من الصم والبكم، رغم كده نظيفه جدا ومنظمه جدا، قالت ليه انا ما اكونش زيها؟ ايه رايك يا فريده في التصرف ده؟ ان هي لما غارت من اوضه وفاء وقالت لا انا لازم انا كمان انظف اوضتي. تصرف جميل. صح كده؟ صاحبتها علمتها حاجات. علمتها تعمل فازات الورد وادتها هديه. فراحت ازاي تحط بقى ورد في اوضه مش نظيفه؟ فاتكسفت على نفسها وقالت لا انا غلطانه، ازاي اوضتي مش نظيفه وازاي اوضه وفاء نظيفه وجميله كده؟ صح؟ فايه اتعادت منها وقامت اول حاجه نظفت اوضتها وحطت، قالت لمامتها بقى هاتي لي رفوف علشان ايه؟ احط عليها الفازات الورد دي. ايه رايك يا مالك في السلوك ده؟ سلوك جيد. تمام. انت لو مكانها كنت هتعمل كده؟ ايوه. تمام. انتوا كده مبسوطين بالقصه؟ نهايتها حلوه؟ ايوه.
عنوان القصه حجره دلال الجديده، حلو ولا مش حلو؟ ليه؟ هي اوضه هي انما ايه الجديد فيها؟ ان هي ترتبت. ان هي اترتبت، صح. ان هي ايه؟ ان هي صح كده. هو ده الفرق بين حجره دلال القديمه وحجره دلال الجديده. لما هي فعلا اتعلمت الرسم وبقى سلوكها اتعلمت النظافه، بقت اوضه جديده فعلا. حجرتها القديمه كانت مش نظيفه وكان فوضويه. بالظبط. اما حجرتها الجديده فكانت مرتبه ونظيفه. مظبوط كده. خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا.